زي ما احنا سامعين صوت القرمشة مقرمش جدا من بره ومن جوه، طبعا اللحمة بتكون طرية خالص. انا للأسف قطعته بعد ما اكتشفت ان الكاميرا كانت مقفولة. هنبتدي دلوقتي مع بعض. اول حاجة هنحط الطاسة ونحط فيها معلقة من السمنة او الزبدة. تمام. وبعد كده هجيب نص كيلو من اللحمة المفرومة واحطها، وزي ما احنا شايفين انا بحب اسيبها كده حوالي نص دقيقة في الاول، وبعد كده هروح قلبها الناحية التانية وبرده نفس الحكاية. وبعد كده بقى ابتدي عادي بقى ان انا اتعامل فيها عادي، بس بتدي بصراحة اللون دوت بيدي نكهة حلوة. بجيب الهراس عشان اتأكد ان اللحمة كلها مفيش اي تكتلات فيها. تمام. وبعد كده بقى عادي خلاص هنجيب البصلاية المفرومة، بصلاية صغيرة مش كبيرة مفرومة، وبعد كده ملح وفلفل اسمر، ولو عايزة تحطي اي نوع من التوابل، البهارات اللحمة مثلا، او 7 بهارات. بس انا طبعا ده الرقاق ده طري مش ناشف، فعشان كده محتاجه طبق او بوله، مش محتاجه ان انا اجيب صينيه او حاجه كبيره واحط فيها الشوربه وحطيت فيها شويه من اللبن، وحطيت كده معلقتين او 3 من السمنه، علشان السمنه لما حطيتها كده في الشوربه بصراحه بتورق معانا الرقاق، وكمان بتخليه كده عامل زي الفطير. بعد ما حطيت اول واحده في الصينيه، طبعا الصينيه الاول دهنتها بالسمنه، وحطيت دلوقتي شويه كده من الشوربه. احنا مش محتاجين ان احنا نحط كتير علشان ده طري زيه زي الجلاش. وبعد كده هجيب دلوقتي برضو من السمنه واحطها، يعني حوالي معلقه كبيره من في كل مره بنحط الورقه. ودي كمان كانت قشطه، القشطه دي اللي هي وش اللبن. طب وش اللبن بنعمله ازاي؟ انا دلوقتي جبت لبن عادي اللي هو الحليب وغليته، وبخليه في بعد ما يبرد احطه في التلاجة، بيطلع معايا وش كده. الوش دوت باخده استخدمه في الاكلات، او ان انا اعمله يعني اشيله في الفريزر لحد ما بجمع شويه واعمله بعمله واسيحه وبيطلع معايا سمنه اللي هي الزبده. وطبعا انا كنت عامله فيديو قبل كده للموضوع ده. بس بعد ما خلصت ربع كيلو من الرقاق، حطيت دلوقتي اللحمه زي ما احنا شايفين، وبعد كده هعمل تاني نفس الحكايه. اجيب الرقاق واروح حاطه فيه الخليط، وبعد كده معلقه من السمنه ومعلقه من القشطه. طبعا القشطه دي براحتك، لو مش عايزه تحطي براحتك، بس بصراحه يعني بتعزز الطعم اكتر. الاكلات دي بتبقى محتاجه كده شويه من الدسم علشان تدينا نفس الطعم اللي احنا بنحبه. بعد ما هنخلص كل ده، انا اول حاجه الربع كيلو اللي من تحت، انا الحروف بتاعتها علشان ما تتحرقش بقيت هدوس عليها احطها فوق الرقاق، لكن دي طبعا اكبر من الصينيه علشان بدأنا نطلع لفوق. فزي ما احنا شايفين كده بجيب الاطراف وبحطها من تحت. التانية حطيتها من فوق كده عادي عشان حطيت عليها اللحمه، لكن دي بجيب الاطراف بحطها من تحت. تمام. في الوقت ده بقى انا شغلت الفرن، علشان الفرن بتبقى سخنه قبل ما بنحط فيها الصواني اللي احنا عايزين نعملها. اخر حاجه دلوقتي هحطها شويه برضو بقى اكتر من الخليط ده، الشوربه باللبن. وبرضو هحط كمان كده لو عندي معلقة سمنة زادت طبعا، وكمان معلقة من القشطة، بس الاول قلت اقطعه. تمام. التقطيع بقى عايزة رفيع عايزاه كبير، دي بقى بتبقى حاجة اختيارية. بس بعد ما هقطعه هحط السمنة وهحط لو في قشطة زادت منها وبعد كده احطها في الفرن. طبعا احنا عارفين ان هي ما بتاخدش وقت خالص معانا، يعني حوالي كده 25 دقيقة في الفرن. بس اهم حاجة زي ما قلنا الفرن بتكون سخنة. احنا ما حطيناش السمنه دلوقتي علشان قلت لما اقطعها اعرف اقطعها، او لما احط ايديا على اسند كده علشان اعرف اقطعها. واخر حاجه زي ما قلنا هتبقى السمنه، وبعد كده هنحطها في الفرن، وزي ما قلنا هي 25 دقيقه، مش هتاخد اكتر من كده، بس برضو تخلي بالك. وبكده خلصت وصفتنا، ويا رب تكون عجبتكم، ونتقابل ان شاء الله في وصفه جديده في اكله بمزاج مع توته. بس يا ريت ما ننساش نشترك في القناه.